السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد ومقارنة جديدة إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنقارن بين مطعمين جداد، مطعم البابا في الكردي ومطعم البريمو. نقارن بين أربع حاجات: المكونات بتاعة الأوردر، سرعة تحضير الأوردر، الطعم، السعر والتغليف. دلوقتي بقى يا جماعة هنبدأ بالمكونات. هنبدأ الأول بالمطعم بتاع البابا. بسم الله. عيش ناشف، سلطة، خضار، جرجير، دي تقريبا طحينة لسه هنشوف، شكلها ملوخية، طماطم وخيار ومخلل، وربع مشكل. الربع مشكل يا جماعة، تمام، من مطعم البابا. هنفتح دلوقتي كل الأوردر ونشوف المكونات اللي جاية معايا. طبعا أول حاجة العيش الناشف، هو تقريبا كان رغيف، تمام. دي بس اللي أنا عندي فضول أعرف هي دي إيه. ملوخية، ودي الطحينة. ودي الطحينة يا جماعة نص علبة كده، اللي هي مش مليانة للآخر. حتة حلوة أول حتة طحينة خالص خالص يعني. ده طبعا الخضار، ودي السلطة، تمام. وتبص على ايه، اكيد مش هفتح اقول لك رايي في الطماطم والخيار يعني. نفتح دي، بسم الله. العيش بقى المره دي يا جماعه حاطينه فوق الربع، بحيث يبقى ايه، يبقى طري ولسه سخن كده، تمام. ودي كانت حركه كويسه منه. العيش كان كبير، عيش كبير، واحد اثنين ثلاثه، ثلاث رغيفه كبار، تمام. ده الربع يا جماعه مكون من ده واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع صوابع كفته، وده واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه كباب وقطعه كبده، تمام تمام. احنا كده دلوقتي شفنا المكونات بتاع مطعم البابا. هنفتح دلوقتي مطعم البريمو ونقارن ده بده. دلوقتي بقى يا جماعه هنشوف المكونات بتاع مطعم البريمو. العيش الناشف برضو، ريحته ريحه فحم كده، زي ما تكون عاملينه على الفحم، وتقريبا كان رغيف برضه. في معلقه، ومغلف لك الربع كله مع بعضه، كل حاجه متغلفه مره واحده. بسم الله. اول حاجه الطحينه، نفس الكلام برضو، اللي هي نص علبة بس مش مليانة للآخر. الطحينة، كاستر، أول مطعم يجيب لنا كاستر مع الربع. السلطة، خضار، السلطة، وده الربع. نفس الكلام، حاطين العيش فوق الربع عشان العيش يفضل سخن وطري. واحد اثنين ثلاثة، ثلاث رغيفة عيش أبيض كبار برضو. بصوا بقى يا جماعة، المميز هنا اللي هو جاب فلفل مشوي، تمام. الربع ده ثلاث صوابع كفته، بس هم حجمهم اكبر من التاني شويه، صغيرين. الكباب بس اللي متقطع بطريقه مش متساويه شويه، يعني انت عندك هنا قطعه كبيره وهنا ثلاثه صغيرين. دلوقتي هندوق الطعم ونشوف الاحسن ايه. بصوا بقى يا جماعة، الربع بتاع البابا متكون واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع صوابع كفتة، تمام. وده واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع كباب، قطع كباب، ومعاهم قطعة كبدة. بس عاوز أعلق إن حجم الصوابع بتاع الكفتة أصغر من حجم الصوابع بتاع البريمو. بس مطعم البريمو عامل لك ثلاث صوابع كفتة حجمهم أكبر شوية، صغيرين. الكباب كان متقطع قطع صغيرة ثلاثة، ومعاهم قطعة كباب كبيرة، تقريبا معوضين القطعة بتاع الكبدة في قطعة من الكباب. ده شكل الاتنين مع بعض. اللفتة الحلوة اللي مطعم البريمو عاملها، اللي هو عامل فلفل مشوي وشوية خضار عاتي لون أخضر كده للربع، كان شكله مميز. دلوقتي هندوق الطعم ونشوف الأحسن إيه. دلوقتي بقى يا جماعة هنجرب مطعم البابا ونشوف رأيكم إيه. نبدأ دلوقتي بالكفتة. بسم الله. هي شكلها فاتح شوية عن بتاع البريمو، اللون بتاع التتبيلة باينة فيها خالص، وريحة البصل ظاهرة زيادة. يعني أنا كنت بتمنى إن ريحة الفحم تبقى ظاهرة أكتر من ريحة البصل. بسم الله. نفس التعليقين بس.
طعم البصل كان واضح قوي، اوضح من طعم الفحم، وكانت محتاجه تستوي سنه صغيره بس كمان على كده. هندوقها بالطحينه، يمكن هم عاملينها على القناة بتاعتهم. حبيت الطحينه بتاعتهم اكتر. لا، الطحينه مخدومه خالص. نفس التعليم. هنجرب الكباب كده. لا، جامد جامد قوي قوي قوي. بسم الله. هو طعمه ممتاز، بس يعني بيتهيألي كان يبقى طري أكتر من كده شوية صغيرين بس كمان يبقى أحسن. هنجرب بالطحينة. العذر الوحيد بس اللي ممكن نلتمسه لهم إن النهاردة كان يوم الخميس، وكان عندهم أوردرات كتير، فممكن يكونوا كانوا مستعجلين وإن إحنا رايحين في وقت متأخر. هو ده اللي خلاه يعني إيه محتاج شوية سوا صغيرين بس. بقية المكونات وكل حاجة كويسة خالص خالص. البصل كميته تقل بس في الكفتة شوية. نسينا من حق الملوخية نجربها. بصوا، أنا مش من عشاق الملوخية، بس ماشي أهي كويسة، يعني اللي هي حاجة تغيير مع الربع. دي كانت حاجة كويسة خالص. دلوقتي بقى هنجرب المطعم بتاع البريمو. عجبنا قوي اللقطة بتاع الفلفل المشوي. الكفتة هم عددهم 3 بس حجمهم أكبر. اللون بتاعهم شكله واخد سويه شوية. هنجرب كده بسم الله. هو تقريبا الأكل بتاع النهاردة لا إما ما كانش عندهم فحم، لا إما كانوا بيخلصوا بسرعة فمش ملاحقين يعملوا الفحم. نسبة الدهون في البريمو أعلى من نسبة الدهون في البابا. نسبتها واضحة هنا خالص. هندوق كده بسم الله. بسم الله. الطحينة يمكن أجمل طحينة دقتها في حياتي. لا، جميلة 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 خالص. التعليق بس بتاع البريمو، نسبة الدهون تقل شوية في الكفتة. ريحة الفحم تظهر شوية بس مش عارف، مش حاسس ريحة الفحم النهاردة ليه. هنشوف الكباب. نقرب دي. بسم الله. الكباب بتاعه ممتاز خالص. كباب ممتاز صراحة. المطعمين كانوا أحسن من بعض. الطحينة طبعا بتاعت البريمو كانت جميلة، كانت جميلة خالص. عجبني أوي موضوع العيش اللي كان موجود فوق الربع اللي هو يفضل سخن. كان في مطاعم تانية حطاه في كيس لوحده. التغيير برضو اللي كان موجود، الملوخية اللي كانت مع مطعم البابا والكاستر اللي كان موجود مع مطعم البريمو. الوقت اللي كون فيه الأوردر، مطعم البابا خد تقريبا 11 دقيقة، ومطعم البريمو 12 دقيقة. هو اتأخر دقيقة واحدة بس. تمام، يعني الاثنين تقريبا في نفس الميعاد. آخر حاجة السعر. ربع مشكل مطعم البابا كان سعره 150. ربع مشكل مطعم البريمو كان سعره برضه 150. الاثنين نفس السعر. زورونا ان شاء الله فيديو جديد، مقارنة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.